جدا. شكرا جزيلا للمنبر ديما نيوز على التغطيه ديال هذه الدوره التكوينيه اللي كتجي في اطار مشروع من اجل جماعه منفتحه وتشاركيه المنجز من طرف جمعيه مواطن الشارع بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطيه. اليوم كانت عندنا دوره تكوينيه حول المنهجيه ديال الاعداد وديال التقديم ديال الرأي الاستشاري بالنسبه للهيئات الاستشاريه اللي تم التاسيس ديالها على مستوى مجالس الجماعات الترابيه، عدد من مجالس الجماعات الترابيه بجهه فاس مكناس او بالاقاليم ديال جهه فاس مكناس. كان الهدف الاساسي من الدوره التكوينيه هو تزويد ديال هذه الهيئات الاستشاريه بالمرجعيات المؤطره لتقديم هذه الاراء الاستشاريه بالمسار ديال الاعداد بالخطوات الاساسيه المعتمده والضروريه في العمليه ديال الاعداد تشاركي للراي الاستشاري بما يرتبط انطلاقا من التشخيص، انطلاقا من تحديد الاولويات، وبطبيعه الحال مرورا الى المنهجيه والصياغه ديال الراي الاستشاري وصولا الى المرحله ديال الاعداد ديالو والتقديم ديالو للمجالس المنتخبه، وكيف يمكن التسويق ديالو في اطار واحد البعد تشاوري تشاركي مع المواطنين والمواطنات ومع جمعيات المجتمع المدني العامله على قضايا الشأن العام والمحلي. هي دوره تكوينيه اولى ستتلوها دورات تكوينيه اخرى. الهدف الاساسي ديالها هو تعزيز وتقويه قدرات هذه الهيئات الاستشاريه لكي تلعب ادوارها الطلائعيه المرتبطه بتجويد الشأن العام والشأن المحلي، وبطبيعه الحال بتقديم المقترحات الكفيله بتجويد عمل المجالس المنتخبه. بطبيعه الحال ستتلو هذه الدوره دورات تكوينيه اخرى في افق تنظيم اللقاء الجهوي حول الهيئات الاستشاريه والذي سيتوج بطبيعه الحال الاعلان على الائتلاف الجهوي للهيئات الاستشاريه المعنيه بقضايا الشأن العام المحلي، سواء الهيئات الاستشاريه المعنيه بالتكافؤ الفرص والمساواه ومقاربه النوع او الهيئه الاستشاريه ديال الشباب على مستوى الجهه. فكيبقى رهاننا الاساسي هو تطوير هذه التجربه، هو يعني تزويدها بكل ما يلزم من الاليات وميكانيزمات وكفايات اللي تخليها انها تلعب ادوار طلائعيه مهمه فيما يرتبط بقضايا الشأن العام والشأن المحلي. انور حمد الشريف، رئيس جمعيه مجلس الشباب اقليم سفرو. احنا اليوم كنحضروا ضمن واحد ورشه تكوينيه في ابداء رئيس استشاري لهيئات المساواه وتكافؤ الفرص على مستوى اقليم سفرو. كذلك هي فرصه للتعارف مع اعضاء وعضوات هيئات المساواه وتكافؤ الفرص بالاقليم. اقليم سفرو اللي غني بمجموعه من الانشطه الهادفه والانشطه التي تعطي الاكل ديالها في مجموعه ديال المحطات، وكذلك من اجل تفعيل الديمقراطيه التشاركيه. هي ورشه اوليه كانت في الاغلب ديالها تعارفيه، وحطينا مجموعه ديال النقاط الاساسيه اللي ممكن اننا غادي نشتغلوا عليها مستقبلا مع جمعيه مواطن الشارع. جمعيه مواطن الشارع اللي هي دائما رائده في المجال ديال تحفيز المواطنين من اجل الديمقراطيه التشاركيه والمشاركه المواطنه. كنتمنوا المضي قدما ومن اجل ابراز هذا الحق اللي هو الحق في المشاركه في الفعل السياسي، في الفعل في قضايا الشأن العام المحلي خصوصا. اليوم كانت انطلاقه موفقه، وان شاء الله كنتمنوا يكونوا مجموعه ديال اللقاءات الاحسن والافضل ان شاء الله مستقبلا. شكرا.